السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الطبق باللحم بالبرقوق اللي كيجي معسل، كيجي مدغمر ولذيذ بزاف، واهم حاجه كيجي فتي وبطريقه سهله وسريعه. ونبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا اللحم ديال الفخذ. طبعا نتوما تقدروا تعملوا اي لحم عندكم، وبالنسبه للكميه كتختلف على حسب افراد الاسره. عندي هنايا بصله كبيره مشلضه، وعندي قبيطه د المعدنوس وملاح طبعا على حسب الذوق، شويه د السكنجبير، معلقه د الابزار، معلقه د الخرقوم بلدي، ونص معلقه د القرفه. وعندي هنايا هذيك البابه ديال الحامض مصير. ودابا غادي نحاول انني نشرم اللحم ديالي. البصله كنأكد عليها تكون كبيره، الا كانت صغيره تعملوا جوج. والمعدنوس طبعا غادي نضيف التوابل اللي عندي كاملين، الملاح دائما على حسب الذوق، وكنضيف عليهم هنايا كاس لارو بالماء باش نشرمل به اللحم ديالي. كنعتذر على هاد المقطع تمحالي، ما عرفتش كيفاش طرا، تطفات لي الكاميرا وكنت وريت باللي ضفت شحال الكميه د الماء باش شرملت بها اللحم. وطبعا في هذه المرحله اللي عنده السمن يزيد واحد المعلقه او لا نص معلقه السمن حار، كيجي لذيذ بزاف وكيعطينا واحد المذاق رائع من اللحم بالبرقوق. غادي نشرمل اللحم ديالي ونخليها مرقده غير واحد 5 دقائق بلا زيت بلا حتى حاجه. كنضيف غير داك التوابل وشويه د الماء، يعني انا قلت لكم كاس ناقص فتيوته، ونخليها ترتاح غير واحد 5 دقائق ماشي بزاف. ومن بعد ما خليتها غادي نعملها في واحد الطنجره اللي غنطيب فيها. انا هنايا غنطيبها في طنجره الساعه. الا كان عندكم الوقت عملوها في طنجره غير عاديه ونقصوا لها البوطه وخليوها طيب. وإلا كان حسن تعملوها على الفحم كتجي رائعه ولذيذه. غادي نخليها تقلى مزيان وتشحر لي فوق البوطه، عاد نضيف عليها الزيت. في هذه الاثناء انا غادي نحركها شويه باش تزيد تدخل لي فيها اللقامه. هذه المرحله هي اهم مرحله باش تخلي اللحم ديالنا يجي فتي، باش كيطلق ديك الماء ديالو وكيتبخر مع هذه التشحيره يعني اللي كنشحر بها اللحم باش يجي لنا فتي ويطيب دغيا. الا عملنا الزيت في الاول وما شحرناش مزيان راه اللحم كتعزف، كيبقى فيها الماء ديالها ما كترخاش وطيبنا دغيا. هذه هي السر ديالها، يعني في الاول ما نعملوش الزيت ونخليوها تشحر مزيان باش اللحم كتطلق ديك الماء ديالها وتجي فتيه ودغيا كطيب. ونخلي اللحم ديالي كيف ما قلت لكم تشحر باش نمرقه وندوز نعمل البرقوق. البرقوق كنعسلو انا بهاد الطريقه هذه. عندي البرقوق طبعا كيختلف على الكميه اللي كتحتاجو نتوما، كل واحد اللي كيحتاج. عملت هاد الكميه هذه وضفت عليها معلقه صغيره القرفه، وغادي نضيف عليها شويه السكر وشويه الماء، وغادي نخليه هنايا الماء غير غطيت ديك شويه البرقوق وصافي، ونخليه فوق البوطه مهيله يطيب على خاطرو تيتعسلنا مزيان. واللي عنده المزهر يعمل واحد القطيره د المزهر غير معلقه. كيف ما كتلاحظوا السكر كيبقى على حسب الذوق، يعني كاين اللي كيبغيه يبقى بديك الحموضيه ديالو شويه، وكاين اللي كيبغيه يكون حلو بزاف. انا قلت لكم اللي عنده شويه د المزهر يعمل المزهر في البرقوق كيجي رائع. هانتوما اللحم ديالي طابت وجات فتيه تبارك الله
وجات معلكه، وجات اش غادي نقول لكم بحال ديال الفرح تماما الريحه ديالها وحتى المذاق، واللي ذاقها موالين الدار كلشي حماق عليها. والله يعطي الصحه للجميع، كل واحد خير في دارو، واللي كتوحم تسمح لينا والصحه والراحه. وهذا الطبق ديالنا وجد. شكرا على المتابعه، وكنقول لكم ما تنساوش الكومنتير اللي كتزيدوا تحفزوني فيه وتشجعوني، انا بكم مستمره. انتما كتلاحظوا اللحم كيفاش جات فتيه تبارك الله ولذيذه، بلا ما نزيد نشكرها لكم. الا جربتوها بهذه الطريقه هذه كيف ما لاحظتوا سهله، يعني ما فيهاش شي تعقيدات بزاف، يعني كل واحد كيعرف يطيب اللحم ديالو، ولكن الا جربتي هاد الطريقه هذه غادي تجي روعه روعه روعه. ايوا، ومن بعد زينتها بهاد البرقوق، عملت له شويه جنجلان محمر اللي سبق لي سخنته في واحد المقله باش كيعطينا ديك التكرميله. والصحه والراحه، وشكرا على المتابعه. واللي مازال ما اشتركش في القناه كنقول لك اختي مرحبا بك والف مرحبا، قناتك هذه. واللي مشتركه كنقول لك شكرا على المتابعه ديالك، وما تنساش توضع واحد اللايك مزيون بحالك. وشكرا بزاف ليكم كاملين. كيف ما كتلاحظوا انا رافقت مع هاد الشليضات هادو. عندي هنايا لوبيا خضراء بعد ما سلقتها زينتها بدك شويه د البيضات، وهنايا البطاطا مسلوقه اللي مثل شويه د الكيمون والملحه، كتجي بارده كتجي غزاله مرفوقه مع اللحم كنعرفوا اللحم فيه الدهنيات، كنرافق معاها دائما بطاطا مسلوقه بهذا الشكل هذا، كتعطينا كتخفف ما بين هادي وهادي، يعني كنقللوا شويه من الدهنيات. ايوا بالصحه والراحه، شكرا بزاف بزاف على المتابعه، وكنتمنى تشاركوا الوصفه مع الاهل والاحباب ديالكم باش تعم الفائده ان شاء الله وتكبر القناه. وشكرا لكم بزاف بزاف، وما تنساوش توضعوا لي لايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. وفرجة ممتعة، تكملوا الفيديو حتى الله خير ان شاء الله.